قصتنا بتبدأ على أطراف جزيرة هادية وجميلة. البنت الصغيرة ماري كانت واقفة على شط البحر وقلقانة ومستنية بفارغ الصبر عودة أبوها وأمها من سفر طويل بره البلد. ولما المركب وصلت أخيرا على الأفق، المفاجأة كانت كبيرة جدا. أمها كانت شايلة بين إيديها بيبي صغير لسه مولود. الأم قربت من ماري بابتسامة حنينة وعرفتها على أخوها الصغير اللي سموه شيون. ماري عينيها لمعت من الفرحة وجريت على البيبي وبسته، والطفل في الأول اتخض وبانت عليه علامات استغراب كأنه واعي للي بيحصل، بس لما سمع صوتها الحنين هدي وابتسم لها. مرت 3 سنين وبقت ماري بتجري في حديقة البيت وتضحك وتقول أنا اللي كسبت السباق، وشيون بيجري وراها وهو بينهج وتعبان على آخره. الأب وصل في اللحظة دي وضم ماري وهو فخور بنشاطها، ولما شيون قرب الأب مدحه وقال له أنا فخور بيك. فالولد رد بتواضع وقال له لا، دي ماري هي اللي شجاعة وقوية. لكن ماري من جواها كانت ملاحظة حاجة غريبة. شيون مش بيتصرف كطفل عنده 3 سنين خالص، دايما بيساعد أمه في شغل البيت بنظام، وساعات تلمحه قاعد لوحده سرحان في أفكار عميقة وكأنه راجل عجوز حكيم. وده بدأ يزرع جواها غيرة خفيفة وتساؤلات. في يوم ماري شافت شيون واقف لوحده في الجنينة وعمال يتمتم بكلمات غريبة كأنها تعويذ سحرية، فضحكت وافتكرته بيمثل دور في مسرحية. لكن بالليل وهم قاعدين يتعشوا، شيون فاجئ أبوه بسؤال جدي جدا: بابا، هو في وحوش بره الجزيرة؟ الأب ملامحه اتغيرت وقال له ايوه يا ابني، في وحوش خطيرة جدا بره حدود الجزيرة، وعشان كده اوعى تخرج من هنا ابدا، ولو قابلت واحد في يوم لازم تهرب وتستنجد باي حد كبير. شيون ما اكتفاش بالاجابة وسأله طب والجنيات والارواح موجودة؟ الاب رد الجنيات يمكن، بس الارواح ما سمعتش عنها. هنا شيون سأله السؤال الاهم وعينيه كلها امل: طب والسحر هل هو حقيقي؟ وهل البشر يقدروا يتحكموا في النار والمية والهواء ويعملوا حاجات خارقة؟ الأب بصله باستغراب تام وقال له يا ابني أنا راجل قارئ ولفيت كتير، بس ما سمعتش في حياتي عن أي حد بيتكلم عن السحر كأنه حاجة حقيقية. السحر ده مش موجود في عالمنا. في اللحظة دي ملامح شيون اسودت وبان عليها إحباط شديد، وماري قلبها وجعها عليه ونفسها ترجع له الفرحة اللي كان مستنيها. بس شيون سكت وما تكلمش عن السحر تاني. من يومها مرت 3 سنين كمان، وماري بقت تتمرن يوميا بانتظام وبعنف بسيف خشب في الجنينة، وشيون قاعد يراقبها وعينيه كلها اعجاب باللي بتعمله. لما خلصت وقعدت جنبه سألها انت ليه بتتمرني بقسوة كده كل يوم؟ ردت عليه بكل ثقة وفخر عشان انا اختك الكبيرة ولازم اكون جاهزة لاي حاجة عشان احميك. ولما سألها تحميه من ايه؟ قالت له بهزار مش مهم، وحوش، أرواح، أي حاجة. أنا صحيح مش شاطرة في المذاكرة والكتب زيك، بس أنا متميزة في الحركة والقتال، وبفرح كل يوم وأنا بحس إني بكون أقوى عشانك. شيون هنا فهم الدافع اللي بجد ورا تعبها اليومي. في نفس اليوم وقت المغرب ماري كانت لسه بتتمرن، وصاحبتها روز وصلت وقالت لماري إن هي تعبانة من مساعدة جدتها طول اليوم. روز سألتها على شيون وقالت ليها أنت وأخوكي كأنكم من عالمين مختلفين تماما، هو دايما قافل على نفسه وبيذاكر. الجملة دي فكرت ماري بيوم ما سأل عن السحر، وفجأة وهم واقفين ظهر نور ساطع وغريب بيلمع فوق بحيرة الجزيرة. البنتين وقفوا مصدومين ومش فاهمين حاجة. تاني يوم ماري خدت شيون وراحت بيه عند البحيرة رغم انه كان خايف من تحذيرات امه. ولما الشمس غربت الانوار ظهرت تاني. شيون وقف مبهور، وماري قالت له الانوار دي بتظهر كل يوم وانا وريتها لبابا وماما قبل كده، بس الغريبة انهم مش بيشوفوا حاجة خالص. افتكرت ان الاطفال بس اللي بيشوفوها، بس اكتشفت ان في كبار بيشوفوها وفي اطفال مش بيشوفوها، وفي ناس بتشوفها قوة كاملة وناس تانية زيي بتشوفها بتطفي وبتنور بسرعة. شيون حس ان الموضوع وراه سر كبير، وماري فكرته بالأمنية بتاعته القديمة انه يصنع حاجات من الضوء، وقالت لي انا ممكن انسى اي حاجة الا الحاجات اللي بتهمك يا شيون. الولد عينه دمعت من التأثر وشكرها من قلبه. تاني يوم الصبح الولاد خلصوا فطرهم بسرعة ونزلوا البحيرة ومعاهم 3 جرادل. شيون حط الخطة وقال لماري احنا لازم نكتشف مصدر الضوء ده جاي من ايه بالظبط. ماري سألته هنعمل ايه؟ قال لها الجردل الأول هنملاه مية ورمل طوب، والتاني مية ونباتات من البحيرة، والتالت مية وسمك حقيقي. قعدوا يشتغلوا ويتعبوا، وشيون كان هبطان جدا من قعدة البيت، فماري كانت بتضحك عليه وبتساعده وهي سعيدة ان هي بتشاركه شغفه. وهم بيصطادوا السمكة بالعافية شيون قعد يضحك ويشكرها. فماري قالت له بهزار انا اصلا عندي وقت فراغ كبير ومتحمسة اعرف لو السحر بجد ولا لا، ولو عرفت لازم اكون اول واحدة تعرف. وهم واقفين
روز وصلت وقابلت شيون لأول مرة وكلمته بتعالي شوية، فماري اتضايقت منها وقالت لأخوها ما تاخدش كلامها على أعصابك، دي بنت عادية. روز سألتهم بتعملوا إيه، ولما عرفت إن هما بيراقبوا الأنوار قالت ليهم إنها كمان بتحب تيجي تتفرج عليها بس ما تعرفش مصدرها. وقت الغروب الأنوار ظهرت في البحيرة الكبيرة بس ما ظهرتش جوه الجرادر خالص. شيون شغل عقله التحليلي وقال كده الأنوار دي مش جاية من المية ولا الرمل ولا النبات، دي مرتبطة بحاجة تانية في البحر. شيون وماري نطوا في المية ولما مسكوا الأنوار بإيديهم لقوها دافية وفيها نبض. نزلوا تحت المية بس الدنيا كانت ضلمة ومش شايفين حاجة. شيون ربط الخيوط ببعض وقال الأنوار دي مش سحر، دي حركة غير منتظمة، يعني تابعة لكائن حي بيتنفس وبيتحرك. في اللحظة دي روز نجحت تصطاد سمكة نتاية وقالت ليهم الإناث دائما بتستخبى في الغريق. حطوا النتاية في الجردل مع السمكة الذكر وفجأة الأنوار ظهرت جوه الجردل. شيون صرخ بفهم دي طقوس التزاوج والتودد بتاعة السمك، الذكر بيطلع الضوء عشان يعبر عن مشاعره للأنثى ويعملوا عيلة. ماري من كتر حبها لأخوها كانت دايما بتتمرن بالسيف الخشب وتقول له أنا بتمرن عشان أحميك. بسبب الربطة القوية دي ومشاعرهم الصادقة فجأة حصلت طفرة وجسم شيون طلع طاقة سحرية حقيقية. شيون فهم ان الناس في العالم ده لسه ما اكتشفوش السحر وانه هيبقى اول واحد يفتح الباب ده، واكتشف كمان ان السحر عنده مرتبط بمشاعره وعواطفه، كل ما مشاعره تزيد السحر بيطلع أقوى. شيون بدأ يفهم ميكانيكية السحر بتاعه، السحر عنده بيطلع مع التعبير عن المشاعر القوية. في يوم دخلت عليه ماري الأوضة عشان العشاء فبص ليها بتركيز وقال ليها كلام حنين بيعبر عن امتنانه ليها، فالسحر طلع تاني. ماري اتضايقت وافتكرته بيستغل مشاعرها عشان يشغل السحر، بس لما تيقنت انه صادق فرحت جدا وقالت له حتى لو السحر بتاعك مجرد نور بيلمع فهو برضه حاجة روعة. شيون قارن السحر ده بالصدمة الكهربائية اللي بتطلع من بعض انواع السمك وبدأ يتدرب لغاية ما بقى يقدر يكرر المهارة 20 مرة في اليوم بدل مرتين، بس لقى نفسه وصل لسقف مش عارف يعديه وكان محتاج طريقة جديدة للتدريب. الأب دخل على شيون وقال له تعالى معايا مدينة أوتوريا نجيب حاجات من عند الحداد. المدينة كانت زحمة ومليانة حركة وهناك الحداد سلمهم سيف جديد مصنوع مخصوص لماري بمناسبة عيد ميلادها. ماري فرحت بيه جدا بس حست بذنب ان اخوها ما جاش لي حاجة، بس هو طمنها وقال لها انا ماليش في السيوف اصلا. وهم ماشيين في المدينة شيون شاف راجل عارض قفص جواه جنية حقيقية محبوسة، ولما جه يقرب الاب ملامحه اتغيرت ومنعه بشدة وقال له ابعد عن الحاجات دي. رجعوا الجزيرة وفجأة بالليل سمعوا دوشة وصراخ بره البيت، الناس كانت بتجري وبتطلب سلاح من الأب. العمالقة هاجموا على القرية. شيون في الأول كان عنده فضول وكان عايز يدرسهم، بس لما شاف الرعب والتوتر حواليه فهم إن الموضوع موت وخراب ديار. الأب أمر بجمع الستات والأطفال والعجايز في الدور الثاني من بيتهم والرجالة طلعت تقاتل. ماري كانت ماسكة إيد أخوها وإيديها بترتعش من الرعب بس بتحاول تبان شجاعة. الأب قال لهم هم وحشين بس وهنخلص عليهم بسرعة ودول وحوش غبية مش بيعرفوا يتسلقوا. بس الجو بره كان عاصفة ورعد وفجأة سمعوا صوت تكسير في الدور الأرضي. الوحش كسر الباب ودخل، الكل كتب نفسه فوق والوحش بدأ يطلع السلالم خبطة ورا خبطة لغاية ما وقف قدام باب الأوضة اللي مستخبيين فيها. سكت شوية والناس افتكرته ومشى، وفجأة بضربة واحدة مرعبة كسر الباب ودخل عليهم. شكله كان ضخم ومرعب وعينيه بتطق شرار. شيون فهم ان الوحش ده مش غبي خالص، ده واعي بقوته وبيرعبهم. الأم رمت نفسها قدام ولادها عشان تحميهم بس وقعت من الخوف والوحش زقها. ماري افتكرت وعدها لأخوها، صرخت بكل قوتها وجريت بسيفها الجديد وضربت الوحش، بس الوحش بلمسة واحدة طير السيف من ايديها ورماها في الارض ورفع عصاية ضخمة عشان ينزلها على دماغها وينهي حياتها. الام في اخر ثانية رمت جسمها فوق ماري وخدت الضربة القاتلة في ظهرها والوحش بيرفع ايده تاني عشان يكمل عليهم هما الاتنين. شيون كان واقع في الارض عاجز ومش قادر يتحرك وحس بأكبر كمية فشل في حياته. الناس اللي بيحبوهم بيموتوا قدام عينيه، البيئة حواليه كلها مشاعر يأس وغضب أعمى. وفي اللحظة دي اندفع بتهور ورمى نفسه ومسك ايد الوحش الضخمة بكل قوته، وفجأة حس بأن جسم الوحش جواه طاقة سحرية شبه اللي جواه. شيون ركز كل غضبه وطاقته في ايده اللي ماسكه الوحش. الوحش في الاول كان بيضحك ومستهزئ بيه، بس فجأة طاقة شيون ولعت نار زرقاء مرعبة بدأت تاكل في دراع الوحش. الوحش صرخ من الألم وشال شيون حدفه في الحيطة لدرجة ان الولد اتصاب، بس شيون قام تاني زي الزومبي
وعينيه ما فيهاش غير الانتقام. نط على ظهر الوحش وحط ايده المضيئة على جمجمته وضخ كل السحر اللي بجسمه. نار هايلة ولعت في الوحش لغاية ما صرخ صرخة الموت ووقع جثة متفحمة في الأرض. الأوضة سكتت تماما وسكان القرية بقوا يبصوا لشيون برعب وخوف من القوة اللي شافوها، ما عدا روز اللي قربت منه وتطمنه. فجأة الصراخ رجع لأن الأم كانت بتنزف بغزارة وبتموت. شيون نقلها على السرير وسأل الناس حد هنا عنده خبرة طبية، محدش رد. فقلب زعيق طب حد بيعرف يخيط قماش؟ واحدة ست رفعت ايديها. شيون امرهم يجروا يجيبوا كحول وقماش نظيف وادوات خياطة، وبايد بترتعش من الخوف بدأ يوجه الست خطوة بخطوة ازاي تطهر الجرح وتخيط الجلد واللحم، وده بطريقة جرحية حديثة من حياته السابقة. نجحوا اخيرا يوقفوا النزيف المستمر وحالة الام استقرت سنة. الاب رجع في اللحظة دي مع المحاربين منتصرين، بس الفرحة كانت ناقصة عشان هم لقوا اثار وحوش تانية كتير حوالين المكان، وده معناه ان فيه هجوم اكبر جاي في الطريق. الاب لما عرف باللي حصل قعد مع شيون وقال له يا ابني السحر ده ممكن يوديك في داهية والناس تفتكرك منبوذ والناس هتضطهدك. بس لما لقى الولد متمسك بحلمه وقال له لو ده هيضرك تبرأ مني، فالأب وافق بس بشرط تتمرن تحت عيني وتديني تقرير بكل حاجة. شيون بدأ يعمل تجارب، اكتشف ان سحره لما بيلمس النار العادية بيحولها لنار زرقاء مركزة. سافر مع أبوه المدينة وجابوا خام البرق وبلورات زجاجية غالية جدا بتشتغل كعازل. شيون قعد 3 أيام في ورشة الحداد لغاية ما دمج السحر مع الخام وطلعوا مادة جديدة سموها الحديد البرقي. المادة دي بدأوا يصنعوا منها مصابيح سحرية ومشاعل نار، وبقت بتتباع بشكل كبير، وبقت عيلتهم غنية جدا من وراء الاختراع ده. شيون موقفش عند النار والبرق، ده قعد يدرس طبيعة السحر واكتشف انه بيتصرف زي ضغط الهواء في المحيط. راح عند النهر وبدأ يركز طاقته لغاية ما خلى المية تطير في الهواء. مش بس كده، ده سحب الرطوبة من الجو وعمل حلقة مائية عائمة وسماها مهارة أكوا، وعلمها لماري وروز اللي بقوا بيجربوها والمية تطرطش في وشهم ويضحكوا. الأولاد ال3 شيون وماري وروز قرروا يروحوا يسجلوا في نقابة المغامرين سرا عشان يختبروا قوتهم ضد الوحوش. وهم هناك الأب وقف وراهم وقفشهم وصدم الكل لما كشف إنه مغامر قديم من المرتبة المسية، ودي رتبة نادرة جدا خلت النقابة كلها تقف انتباه. الأب ما عاقبهمش لأنه لقاهم بيتصرفوا بمسؤولية ومعاهم حد بالغ وهو صاحب الورشة جلاس. المهم خرجوا في مهمة وظهرت مجموعات من الوحوش. الأب وراهم يعني إيه قوة مسية وفرتك الموجة الأولى في ثواني بحركة سريعة ومخيفة. المجموعات التانية سابها للولاد عشان يتعلموا. شيون استخدم سحره وفجر نصهم، وماري وروز كملوا بمهارة وتنسيق عالي جدا. وهم راجعين شيون دخل كهف مظلم ولقى جنية محبوسة في قفص، فتح لها الباب وطارت في السماء وودعتهم. الفرحة ما كملتش، وفي يوم من الأيام الجو غيم وفجأة ماري وقعت من طولها وجسمها بقى تلج ومش بترد. اتضح ان هي اتصابت بمرض الخمول، وده وباء غامض وخطير طير ناس كتير في المدينة ومحدش عاش منه قبل كده. شالوها بسرعة في عربية خيل وجريوا بيها على المدينة عشان يلحقوا أي دكتور. وهم في الطريق بالليل العربية اتأخرت وظهرت ذئاب الدماء. شيون بدأ يضربهم بسحره، وفجأة ظهر وحش مرعب طاير، بس الغريبة إن الأب مش شايفه. شيون فهم ان الوحش ده مصنوع من طاقة سحرية خالصة وما يشوفوش الا اللي عنده ادراك سحر زي حالاته. شيون حاول يضربه بالسحر العادي بس الضربة عدت في الهواء كأنها سراب. الوحش جرى على الاب عشان يقتله، بس لما لمس الفانوس السحري المصنوع من الحديد البرقي الوحش اتألم جدا. شيون فهم اللعبة، نط بكل قوته وضرب الوحش ضربة فيزيائية مباشرة وموته، وبعدين وقع من التعب. وصلوا المدينة والدكتور قال لهم للأسف مفيش حيلة، المرض ملوش علاج. حطوا ماري في مخزن آمن اتبرع بيه صاحبهم جلاس. وفي نفس الوقت الأب قال لشيون إن الوحوش الخفية دي بدأت تظهر كتير وبتقتل الناس، وإن في فرقة مغامرين رايحة تصطادهم ومحتاجين حد بيشوفهم. شيون وافق فورا عشان ينتقم لأخته ويدور على حل، وانضم الفريق جديد في بنات محاربات بريدجيت ورافينا. في آخر المشهد خرجوا الغابة وظهر ليهم محارب جوبلين ضخم، وشيون حاول يضربه بس المهارة خيشت منه وجت في سيف صاحبتهم وعملت غبار، والوحش استغل ده وضرب البنت. شيون اتدخل في آخر ثانية بمهارة سحرية
وخلص على الوحش، بس حس ان الفريق ده تايه او مش مستوعب الرعب الخفي اللي مستنيهم بره.